مبارك، وانفردنا لحضراتكم بحوار ساعتها معاها. والنهارده معانا ابراهيم، وهو شاب عادي جدا من الاسماعيليه، في فايد بالاسماعيليه، قعد مع مبارك 11 دقيقه. تعالوا الاول نشوف ايه الحكايه. إبراهيم محمد حسين شاب مصري يعيش بمدينة فايد بالإسماعيلية، يؤمن بثورة 25 من يناير التي أسقطت النظام السابق، لكن شيئا ما دفعه لخوض تجربة مقابلة الرئيس السابق حسني مبارك، وبدأ يطرق كل باب قد يساعده على تحقيق هدفه، حتى وصل إلى مستشفى شرم الشيخ. وبعد منعه في المرة الأولى كان على موعد بعدها مع مكالمة هاتفية حددت له موعد زيارة الرئيس السابق، والتي استغرقت وقتا ليس بالطويل، لكنه كان مليئا بالتفاصيل المميزة التي تستحق الوقوف أمامها والتعرف عليها. ورغم أن موقف برنامج محطة مصر تجاه مبارك ونظامه البائد واضح ومعلن، لكن دور الإعلام الذي نؤمن به أن يسلط الضوء على كل ما يهم المواطن ليس من باب استعطاف المشاعر تجاه مبارك، ولكن ما حدث كان يستحق أن نتعرف على تفاصيله. استاذ ابراهيم محمد حسين بينضم لي على التليفون. استاذ ابراهيم، اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا استاذ معتز. الحكايه طلعت ازاي؟ ايه اللي خلاك في البدايه عايز تزور مبارك يا ابراهيم؟ لا وطي التلفزيون يا ابراهيم، مش هنعرف نتواصل والتلفزيون عالي. وخلي الامر لله يا سيدي، ولكن خلينا نتواصل عن طريق التليفون. اتفضل حضرتك. ايه اللي خلاك في البدايه عايز تزور مبارك يا ابراهيم؟ اولا انا بشكر حضرتك الاول، وانا من معجبين حضرتك جدا والله يعني. ربنا يخليك يا سيدي. ربنا يخليك. اول مشكله بص يا استاذ معتز، انا يعني بص انا رايح للرئيس ومتاكد اللي هو اخطا، ومفيش انسان ما اخطاش. ايوه ماشي، بس في نفس الوقت مش معقوله، يعني هقول 60 سنه مش هقول 30 سنه، مش معقوله ما عملش حاجه كويسه للبلد. اكيد زي ما عمل الوحش عمل الحلو. اكيد. وانا متاكد اللي هو عمل الوحش باللي حواليه، بالحشه اللي حواليه، بدون داعي ذكر اسماء. بس انا متعاطف ليه معاه؟ مش عشان هو رئيس ولا الكلام ده، عشان هو عمل حاجات كتير للبلد في نفس الوقت، وفي نفس الوقت ده راجل مريض. يعني في ناس مسؤولين كانوا اتحبسوا حضرتك وطلعوا افراد صحي وهم صحتهم كويسه. ايوه. احنا ليه حضرتك الفلوس اللي هو خدها ماشي، والله اعلم هي كام، الفلوس اللي هو خدها يرجعها ماشي للشعب ويعيش معزز مكرم في بلده ويتعالج في بلده. مش هيعمل زي رؤساء تاني حضرتك، كل واحد رئيس دولة اللي بيموت في شعبه زي القذافي وسوريا واليمن بيموتوا في شعوبهم حضرتك، لكن الراجل ده عاش وقال انا هموت في البلد دي وهعيش في البلد دي. فانا حضرتك انا بقيت قاعد قدامه من نهار ما شفت شكله. طب قول لي بس، خلينا نبدا الحكايه من الاول. قول لي الفكره بدات تنفذها او خطواتها جت ازاي؟ كل الناس عايزه تفهم ايه اللي بيحصل، والاعلام نفسه يطل ولو طل لمده دقائق قليله، ولكن لا يسمح ليه. ازاي حصلت معاك؟ المشكله كلها حصلت حضرتك من اول حضرتك ما الرئيس داخل المستشفى وعرفت بازماته الصحيه حضرتك، طبعا تعاطفت معاه وبقى بيني وبين نفسي بقول حسب الله ونعم الوكيل في الظالم. فبدات حضرتك اطرق الابواب اللي هي القانونيه حضرتك، ورحت حضرتك المحكمه عندنا في اسماعيليه وقدمت طلب للمحامي العام. فالراجل طلع محترم ومستشار جدا وقال لي انا نفسي اطمن زيك واطمن من الاعلام. قلت له بصراحه ربنا بعض القنوات الفضائيه ما بتقولش الصراحه، وكل الوقت اللي عايز يطلع على كرسي حتى بينتكس في الريس. فالراجل احترم وجهه نظري، قال لي بس انا مش من سلطتي اللي انا اقدر اعمل لك حاجه، وانت مالكش صفه قرابه اللي انت تقدر تقابل الريس. فطبعا انا طلعت على النائب العام بعد ما اترفض الطلب بتاعي في اسماعيليه وقدمت طلب هناك في مكتب المستشار عبد المجيد محمود، اترفض الطلب بتاعي برضه. وحضرتك في ناس قابلت الموضوع بكل احترام، وفي ناس قابلته حضرتك لا مؤاخذه يعني اللي هم بيضحكوا، كل اللي يقول لي انت الناس كلها تيجي تقدم شكوى انت جاي تزور الريس. قلت لهم الراجل ده يا جدعان يعتبر ابونا، فكل واحد يقول لي هو قريبك. فطبعا هو مش قريب، هو ما كان مسؤول عن مصر، ما كانش مسؤول عن قرايبه بس، كان مسؤول عن الشعب المصري كله. وانا متاكد وبقول لحضرتك يا استاذ معتز 100 مره كمان، الراجل دوت عمل حاجات كتير للبلد زي ما هو اخطا. والله العظيم حضرتك الراجل ده اخطا في الحشه اللي حواليه، ومن ضمنهم ابنه حضرتك جمال غرقه احمد عز والناس الثانيه دي حضرتك. هي مش قصتنا يا ابراهيم، يعني احنا مقتنعين ان السمكه بتفسد من الراس والحاشيه مع السنوات بتفسد. لا يعني المفروض على الحاكم انه يكون مصحصح لها، وعارف انت مقوله سيدنا عمر بن الخطاب اللي قال فيها لو بغله عثرت في العراق لسأل الله عنها عمر يوم القيامه. ولكن دي مش قصتنا، دي وجهه نظرك وبحترمها جدا. والثوره قامت، انا لسه بقول ده امبارح عشان كلنا نسمع بعض واختلاف وجهات النظر قوموها عشان ربنا عاوز كده، عشان يظهر الحقيقه.
ربنا عاوز كده عشان يظهر الحقيقه للناس دي. رحت قدمت الطلب عند المستشار عبد المجيد محمود. اترفض حضرتك 3 مرات. ايوه. قالوا لي انت حضرتك مالكش اي صفه قرابه وكده. رديت حضرتك على المستشار اللي انا قابلته حضرتك بدون ذكر اسمه، حضرتك ناس مكتب المستشار عبد المجيد محمود. قلت له حضرتك الرئيس كان مسؤول عن الشعب المصري كله، ما كانش مسؤول عن قرايبه. وانا واحد مواطن حضرتك بسيط جدا، ومن ضمن الناس اللي اتظلموا في البلد دي، راجل معايا مؤهل جامعي برضك وبروست غير حضرتك، واتظلمت في البلد دي، بس في نفس الوقت حضرتك انا متعاطف معاه كانسان مريض وكان انسان مسن. فكل في ناس حضرتك كانت بتاخد الكلام بتاعي باحترام، وفي ناس كانت بتاخده بسخريه حضرتك طبعا. فطبعا حضرتك يعني لجأت بقى الباب تاني وكده، ان انا رحت شرم الشيخ وقعدت هناك يومين حضرتك لحد ربنا اكرمني ولاد الحلال هناك حضرتك في المستشفى بعض ضباط الجيش، وراحوا مقابلين حضرتك بسياده الرئيس الحمد لله. ايه اللي حصل بقى؟ احكي لي تفصيليا ازاي ولاد الحلال. رحت حضرتك كان يوم جمعه حضرتك، اليوم اللي كان بيتحقق معاه مع حرم سياده الرئيس في جهاز كاس غير مشروع، كان يوم جمعه هناك حضرتك. قعدت قاعد حضرتك في الريسبشن تحت حضرتك مع الضابط بتاع الجيش اللي هو خدني حضرتك. فالمهم بعد ما قعدت حضرتك لقيت حضرتك حرم سياده الرئيس قالوا لي معلش هتاخر شويه عشان بيحققوا معاها فوق جهاز كاس غير مشروع. استنيت شويه وهي نازله حضرتك، شفتها وهي نازله في الاسانسير ومعاها بعض الحرس شرطه عسكريه وداخليه. فالمهم حضرتك لقيتها تعبت مره واحده تحت في الريسبشن حضرتك ماشي، ولقيتهم بيندهوا على ترولي وراحوا واخدينها على الترولي حضرتك وراحوا مركبين لها الاسانسير تاني وطلعت تاني. كانت حالتها عامله ازاي لما شفتها يا ابراهيم؟ حضرتك انا ما اتاكدتش اللي هي لما قربت عليا ولقيت الناس كلها بتقول ترولي ترولي، شفتها بس نفسي يعني كانت عادي، الامور بالنسبه لي عاديه لان انا جاي ومتعاطف مع الرئيس، بس يعني قلت لو هيشنقوا عياله حتى مش مشكله، بس انا جاي عشان اشوف الرئيس واطمن عليه. انا جاي من اخر الدنيا واتبهدلت هنا وهنا واتفتشت وكده كل الطريق حضرتك عشان اشوف الرئيس واطمن عليه. لاني قسما بالله انا يوم التنحي بتاعه مش قادر اقول لحضرتك الدموع اللي كانت بتنزل مني اكني دمي بينزل مني مش دموع. لاني انا من غير اي حاجه حضرتك قسما بالله انا عمري ولا انتميت لاي حزب ولا اي حاجه، بس الراجل ده انا بحبه لله في لله. لان انا حاسس اللي هو اتظلم من الناس اللي حواليه زي ما قلت لحضرتك. المهم سيادتك بعد حضرتك ساعه ولا ساعتين لقيت حضرتك الضابط اللي هو اللي بتاع الجيش جه ونزل لي حضرتك وقال لي على معلش يا حبيبي انا بعتذر لك، الرئيس تعب فوق معلش وانت شفت اللي حصل وكده، حرم سياده الرئيس تعبت برضه، فمعلش رقم تليفونك معايا وباذن الله خلال الاسبوع ده خليك تزور. قلت له انا عارف حضرتك ما لناش فايده، انا مش هعرف ازور، انا عارف انا كده كده عارف اللي هو هيترحل قريب. فحضرتك راح قال لي باذن الله وحياه اولادي لا خليك تزوره ان شاء الله لو هو لسه موجود في المستشفى. المهم بعد يومين ثلاثه حضرتك لقيته بيتصل بيا يوم 3 بيقول لي ازيك يا ابو خليل، قلت له الحمد لله سعادتك كده، بيقول لي انا اللي كنت قابلتك العميد اللي كنت قابلتك بتاع الجيش في المستشفى، قلت له انا فاهم الاستاذ. فقال لي تعرف تجي لنا بكره الساعه 10 الصبح تبقى موجود في المستشفى؟ قلت له حضرتك لو من الفجر هكون عند حضرتك. المهم رحت على الميعاد بتاعي قبل الميعاد بتاعي بساعتين الحمد لله، وركبت حضرتك من فايد ورحت هناك حضرتك، فكان الحمد لله معايا تصريح من شارع الدلتا وركبت حضرتك الاتوبيس ورحت هناك وصلت المستشفى. المهم قعدت بتاع نص ساعه ولا ساعه، فالمهم طلع معايا الضابط ده وكام واحد ولقيت في دكاتره هناك في الجناح اللي هو بتاع سياده الرئيس. فالمهم انا خبطت، هو داخل الاول قال لي ثانيه واحده، فقال لي خبط وخش، ما كملش دقيقه وطلع حضرتك ضابط الشرطه والجيش فقال لي اتفضل خبط وخش. فالمهم بس كانوا فتشوني تفتيش يعني مش قادر اقول لحضرتك عاملين ازاي في اوضه جنب جناح الرئيس. ايوه. المهم دخلت على الرئيس حضرتك، اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم الرميه اللي انا شفته فيها اللي الناس بتقول اللي هو قاعد في منتجع ولا قاعد بيتفسح في المستشفى، الرميه اللي انا شفته فيها ده مش الرئيس اللي انا بشوفه في التلفزيون ولا انا عمري ما شفته. ماشي يعني اول مره اشوفه كده، وكنت اتمنى ان انا ما اشوفوش في الوضع اللي هو فيه وربنا ما يكتبها على حد. لقيته حضرتك شعر ابيض وراجل يعني خافف خالص، وحضرتك مش قادر اقول لحضرتك كلامه كان طلع ده كله كلامه مكسر من كتر التعب، ده مؤاخذه يعني ربنا ما يكتبها على حد، اكن انسان عنده شلل في بقه ومش قادر يتكلم، كلامه تقيل جدا. ولقيت ايده الاثنين فيها كانوا حضرتك ونايم على السرير نص نومه كده، رافع له السرير نص نومه، لقيته بيشاور لي وتعالى كده، ورحت فبسلم عليه وببوسه حتى ببوس ايده حضرتك، فلقيته راح شاد قال لي حرام يا حبيبي وراح مطبطب عليا، حرام ما تبوس ايد حد. فقلت رحت ببوسه كده، لقيت الدكاتره بتقول لي بالراحه وكده، راح مشاور للدكاتره قال لهم سيبوه براحته سيبوه. فالمهم قعدت اقول له ازاي سيادتك، وبعدين قال لي انت منين؟ قلت له حضرتك انا من اسماعيليه فايد وكل يوم بتصل على سيادتك في الجناح هنا. فرد عليا وقال لي انت ابراهيم بتاع فايد؟ قلت له اه سيادتك والله كل يوم بتصل على سيادتك، وفعلا انا كل يوم بتصل عليه هناك في الجناح. فقال لي حبيبي السلام بتاعك بيوصلني كل يوم وانا متشكر جدا. فالمهم كلمته شويه كلام كده حضرتك، يعني من ضمن يعني كان في واحد قايل لي اساله سؤال من بعد ما اطمنت عليه، فالمهم وانا قدامه بقيت قاعد منهار انا مش شايف قدامي من كتر الدموع اللي نازله مني وانا شايف شكله حضرتك. فبيطبطب عليا وراح قال لي ما فيش رجاله بتعيط، وراح بيسني حضرتك من دماغي كده من قرطي كده، فرحت معيط اكتر حضرتك ورحت واخده في حضنه وقعدت ابوس فيه حضرتك. المهم فسالته سؤال يعني وكده حضرتك يعني، بس مش هقدر اذكره لحضرتك انا اسف يا استاذ معتز، بخصوص موضوع الفلوس ومش الفلوس، هو رد عليا سؤال وكده، بس انا عارفين اللي انا اقدر اقوله معلش. ما انت بتقول اهو بالنسبه للفلوس.
انا سالته سؤال في الفلوس ورد عليا سؤال برضك حضرتك يعني. طيب ما انت خلينا من السؤال اللي مش قادر تقوله. بالنسبه للفلوس سالته قلت له ايه؟ انت خدت الفلوس دي مثلا ولا حاجه زي كده؟ لا ما قلتلوش كده لان ما اقدرش اقولها له كده. امال انت قلت ايه؟ قلت له حضرتك ان في واحد يعني حضرتك واحد صحفي قال لي ابلغ حضرتك، معلش كلمه هتوجهها للناس عشان الناس تهدى، حضرتك انا اسف وما تزعلش مني سيادتك، الناس اللي بتقعد تقول سيادتك معلش عندك 40 و70 مليار ماشي وانا اسف سيادتك ما تزعلش مني. قال لي بص يا حبيبي الفلوس اللي انت بتقول عليها دي، بيقول الكلام وهو مكسر كمان، الفلوس اللي انت قلت له سيادتك انا ما قلتش كده والله. فقال لي الناس اللي بتقول عليها دي يا ابني لو عندي الفلوس دي كنت سددت ديون مصر ومش هنحتاج حاجه من حد، ودي مش ديون على مصر، ده حق مصر، حق الناس اللي بتمر مره وتعيش بره دي. ايوه قسما بالله يا استاذ معتز الكلمه دي قالها لي قسما بالله، بقيت كل ما ادعي له واقول له ربنا يقومك منها بالسلامه وربنا يشفيك يقول لي الناس عامله ايه والبلد على ايه وخلي الناس الكبيره البركه تدعي لي. فاول ما قال لي خلي الناس الكبيره والبركه برضه بقيت قاعد اعيط قدامه وكده، فالمهم هو نفسه شافني فانا حسيت ان الدموع هتنزل من عينه وهو شايف منظره ده قدامي. فقال لي انا عايزك تيجي تزورني تاني يا حبيبي وكده، قلت له ده انا ليا الشرف حضرتك، ده انا دخت عشان اجي لحضرتك كده. قال لي لا ان شاء الله هتيجي وهشوفك باذن الله، بس تدعي لي كده وخلي الناس الكبيره دي تدعي لي باذن الله وربنا هيهدي البلد ومصر هترجع احسن من الاول ان شاء الله. قال لك ديون مصر قليله جدا؟ قال لك الجمله دي؟ لا هو بيقول حضرتك الفلوس اللي انت بتقول عليها يا ابني انا عندي الفلوس دي كنت سددت ديون مصر والفلوس وديون مصر اقل من كده بكتير من الفلوس اللي انت بتقول عليها دي يا ابني. يعني دي حاجات انت ما تعرفهاش، الديون بتاعت مصر اقل من كده بكتير. قلت له سيادتك باذن الله ربنا يعديها على خير والبلد تقوم باذن الله وربنا هيشفيك باذن الله. قال لي بس ربنا يقوم البلد على خير وترجع تاني احسن من الاول ومصر هترجع احسن من الاول ان شاء الله. تتخيل يا ابراهيم لو حبيت تقوم بالزياره دي قبل التنحي او قبل اللي حصل ده كله كان هيسمح ليك؟ لا طبعا. لا طبعا. سيادتك ليه؟ ليه؟ اللي حواليه ما بيوصلوش الحقيقه. اللي حواليه الحاشيه اللي حواليه ما بتوصلوش مشاكل الناس كمان، مش اللي انا قابله ما بتوصلوش مشاكل الناس. طب انت الاحساس ده ومحتفظ بالاحساس ده رغم انك انت من الناس اللي ظلموا، يعني عارف انك انت ربنا كمان يعني لو سامحني لو قلت المعلومه كمان انت انسان يعني عندك مريض شويه وكان ليك حق الحمد لله، وعندك حق انك انت تتعين في نسبه 5% من الوظائف، ومع ذلك لم تعين ولم تحصل على اي حقوق زي شباب كتير في البلد دي يا ابراهيم. بعد اذن حضرتك استاذ معتز، حضرتك تعرف انا في بيتي ايه او انا اعرف في بيت حضرتك ايه؟ لا. الرئيس كان نفس الموضوع، مش معقول هيخش كل بيت وهيعرف كده. هو حضرتك انا قسما بالله بقولها وده يعني حاجه وجهه نظر شخصيه، مش معقول الرئيس عارف كل بيت في ايه، بس هو عارف ان البلد فيها ناس مظلومه كتير جدا وانا متاكد ورايح له هو غلطان ماشي، ومش هيخش كل بيت ويعرف اللي فيه ايه، هو عارف ان في ناس بتبات من غير عشاء. بس حضرتك التقارير اللي بتوصله كلها ما بتوصلوش بالحقيقه، بيديله الصوره كانها جنه حضرتك. طب قول لي يا ابراهيم في اي حاجه تاني شفتها رصدتها جديره انك انت تحكيها لنا؟ لا هو حضرتك بس منظره بس هو اللي خلاني حضرتك، انا بقول لحضرتك يا استاذ معتز حضرتك لو شفته حتى لو الموظف في الكلمه لو حضرتك او غيرك او اي حد تاني وبينتقد في الرئيس وبيشتم فيه حتى وشافه بالمنظر اللي هو فيه ده وفي الكلام وهو طالع منه بس قسما بالله بقول لحضرتك هيبكي بدل الدموع دم. ابراهيم محمد حسين الشاب المصري ابن فايد في الاسماعيليه هو الذي حظي بمقابله مبارك، وهو الشخص الاخر